صباح الخير. عايزة أقدم نفسي في الأول. أنا مجنى نبيش طالعة سنة تالتة على التمرين. بداية كده قصتي في الكلية، من أول ما دخلت الكلية أصلا جات لي صدفة عن طريق مجموعي كان جاي الكلية دي بالظبط. قعدت أول ترم معرفش أصلا يعني علاج طبيعي، ما عنديش أي خلفية عن المجال لأنه فعلا مش معروف في مصر قوي. بس بعد كده ابتديت ادور انا على اللي انا عايزه على الكليه بتاعتي، ادور ايه المجال في مصر وليه هو محدش يعرفه كتير. ليه انا لما دخلت ما كنتش اعرف اصلا الكليه. حابه النهارده اقول لكم اكتر حاجه لفتت نظري في الكليه او ليه انا حبيت اكمل فيها، لانها فعلا من اهم الحاجات دوليا مش بس في مصر، وهي حاجه اتعرفت جدا في الكام سنه الاخيره. اول حاجه اهم حاجه لفتت نظري الكليه حاجه اسمها التاهيل. التأهيل ده هو قصة كبيرة جدا، بس احنا هنتكلم عنها باختصار شوية لأن الوقت مش سامح. التأهيل ببساطة شديدة لو حد عنده إعاقة معينة أو عمل عملية معينة أو جراحة معينة، ببتدي أنا عايزة أرجعه لحالته الطبيعية تاني. أرجعه لحالته الطبيعية على حسب حاجتين، حسب الجول اللي هو عايزه، يعني هو عايز كان مثلا بيشتغل إيه فهو عايز يرجع يشتغل، ولا كان بيلعب رياضة معينة عايز يرجع يلعبها. وتاني حاجه ان انا امنع حدوث اعاقه معينه، وونس انها حصلت ان انا ابتدي ااهله ان هو يعيش بالاعاقه دي باقي حياته لو هو فعلا حالته هتوصل معايا لكده. بعد كده ابتدي دور العلاج الطبيعي في التاهيل. دور العلاج الطبيعي في التاهيل من اهم الادوار، لان التاهيل مش بيكون علاج طبيعي بس، التاهيل هو تيم كامل بيبقى اوله او الكي كومبوننت بتاعه هو العلاج الطبيعي. وتاني حاجه بيبقى حاجه اسمها اوكيبيشنال ثيرابي. اوكيبيشنال ثيرابي هو عباره عن ايه بقى؟ اوكيبيشنال ثيرابي ده علم كبير بسلم البيشنت او المريض بتاعي ليه بعد ما انا اخلص شغلي معاه، وعباره عن ان هو بيحاول يأهله ويكيف له البيئه اللي هو هيعيش فيها مع الاعاقه اللي عنده. زي مثلا في عربيات معينه بيبقى مرسوم عليها ويل تشير او مرسوم عليها كرسي عجل كده، ده معناها ان الشخص اللي بيسوقها عنده اعاقه معينه او مشكله معينه في رجله، وهو خلاص مش يعني اهلوا له العربيه بتاعته دي ان هي تتكيف ان هو التحكم كله يبقى بالايد، فاحنا ناخد بالنا من التعامل معاه شويه. اما ده هو التعريف ببساطه كده بتاع العلاج الوظيفي ده. تالت حاجه ممكن تبقى موجوده في التيم بس دي مش في كل الحالات، دي بتبقى في حالات معينه السبيتش ثيرابي، لان ممكن بعض الحالات النطق بتاعها بيتاثر فببقى محتاجه اعالجه. ورابع حاجه الريسبيراتوري ثيرابي، علاج النفس. ده يعني من اهم الحاجات في حالات معينه النفس لو اختلف بيحصل كوميونيكيشنز او مضاعفات معينه لازم نمنعها. دور العلاج الطبيعي ايه بقى في التأهيل؟ أول حاجة إن أنا بيبتدي يشوف التشخيص اللي هو بتاع الطبيب أصلا المعالج للشخص. وانس ما شافش التشخيص بيعمل له حاجة اسمها اسسمنت. الاسسمنت ده بيبتدي يشوف من منظور العلاج الطبيعي ايه اللي عند الشخص، من ناحية عضلات، من ناحية أعصاب، من ناحية عظام، من ناحية تيستس معينة عايز يعملها عشان يعرف بيها حاجة معينة وهكذا. بعد كده بيبتدي يحط خطه للعلاج. خطه العلاج دي بتبقى كونتاكت مع اثنين، مع باقي التيم بتاعه كله ومع اهل البيشنت او المريض ده، عشان يبتدي الناس دي تقدر تتعامل معاه على حسب حالته. بعد فتره بيبتدي يعمل حاجه اسمها ري اسسمنت، يعمل اسسمنت ده مره ثانيه، يعملها مره ثانيه علشان يقدر يعرف هو وصل للجول اللي هو عايزه ولا لا، يقدر يشوف النقص لو هو ما وصلش لحاجه معينه، النقص ده كان جاي منين، المشكله كانت في ايه بالظبط، ويبتدي يحاول يعالجها. بعد ما بعمل الري اسسمنت ده انا كده على قد ما اقدر اهلت المريض ده جسديا. بس علم التاهيل مش بس هو تاهيل جسدي، هو تاهيل نفسي، تاهيل اجتماعي. زي مثلا ان لو شخص خلاص هو اوريدي هيعيش باعاقه معينه باقي حياته، الاعاقه دي نفسيا هتاثر عليه طبعا، هتاثر على معاملته مع الناس اللي حواليه، وبالذات لان في المجتمعات العربيه او المصريه بالاخص بيبصوا للشخص ده على انه ملوش لازمه، بس هو من اكتر الناس اللي ربنا ممكن يديله موهبه او يديله قدره معينه مش موجوده عند ناس كتير جدا من البشر. احنا بنحاول نرجع له نفسيته احسن بكتير، نحاول نأهله ازاي يتعامل مع المجتمع وازاي يتكيف مع البيئه اللي حواليه بالاعاقه دي، سواء هو عايز يشتغل بيها تاني او يلعب رياضه حتى معينه. وده بان في انواع رياضات كتير جدا في العالم، ناس كتير قوي عندها اعاقه معينه بتلعب رياضه ويوصل فيها ليفلز الشخص السليم صعب يوصل لها فيها. بعد كده حابه اقول ان في مفهوم خاطئ شويه، ان المفهوم الخاطئ ده ان بيقول ان احنا او الدور العلاج الطبيعي الاساسي ان انا اخفف الالم. لا، هو ده مش دور العلاج الطبيعي الاساسي ولا اي حاجه. الدور الاساسي هو ان انا ابتدي اعالج المرض اللي عند الشخص. زي من اشهر الحاجات المعروفه التهاب المفاصل، الشخص ده بيجي مش قادر يطلع سلم، مش قادر ينزل سلم، مش قادر يمشي قوي، عنده وجع اغلب الوقت وهكذا. انا مش دوري ان انا اقلل الوجع بس، انا دوري ان انا
ابتدي اقلل الالتهاب في المفصل، اقوي عضلات معينه، ابتدي ارجع له الحركه، ارجع له الرينج بتاع الحركه المفصل ده اللي ابتدى يضيع منه، وبالتالي هو الالم هيخف. بكده انا عالجت المرض فالالم قل. بس لو عالجت الالم بس او حاولت اقلله هيرجع لي بعد شويه بنفس الاعراض تاني، لان وانس ان يعني الدور الاساسي ما اتعملش خلاص يعني المرض ما خفش. ده باختصار جدا عن علم التأهيل بالذات. بس عامة العلاج الطبيعي ده بحر كبير جدا. في خلال سنين الكلية كلها هندرس 150 تكنيك بس. 150 تكنيك دول أضعافهم بكتير جدا بيظهر كل يوم في العالم كله. الشخص المفروض يبقى على دراية بأغلب الحاجات دي عشان يقدر يفهم المفهوم ده صح. أي حد بقى هيبقى انترستنج إن هو يعرف عن العلاج الطبيعي أكتر هيبقى متاح له فعلا جدا جدا، لأن هو اتعرف جدا دوليا وابتدى ياخد البوزيشن بتاعه في كل حتة. بعد كده في بوينت عايزه اتكلم فيها، ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلكم في الكليه. المشاكل اللي ممكن تقابلكم في الكليه في اول ترم بالظبط هو اغلب المشاكل بتبتدي تظهر. انا داخل سواء كنت بدرس في ثانوي عربي بالعربي او بالانجلش، ادخل هلاقي ميديكال ترمينولوجي اللي هو مصطلحات طبيه. المصطلحات الطبيه دي سواء انا بدرس بالعربي او بالانجلش هتبقى معاناه بالنسبه لي ان انا اتعامل معاها. بس وانس ان انا ابتديت اقرا مثلا المحاضره او محاضره مع الثانيه شهر شهر ونص، الدنيا دي هتعدي تماما. بعد كده يبقى حاجه زي روتين كده الواحد هيبتدي يتعامل معاها عادي جدا سواء في المذاكره او في اي حاجه. بعد كده تاني مشكله ممكن تقابلني نظره المجتمع العربي هي او في مصر بالذات النظره العامه للعلاج الطبيعي. يقعدوا يقولوا بقى ده مدرجاتي، ده مش بتاع مساج، ده ما بيعالجش قوي، او في ناس بتفتكر ما تعرفش اصلا الكليه. بس طول ما انت مؤمن بالدور اللي انت بتعمله وعارف كويس قوي انت بتعمل ايه، الكلام ده مش هيقدر مش هيأثر عليك. انت هتبقى عارف دورك كويس قوي، تتعامل مع الناس باسلوب بسيط، لان ده مش عيب فيهم، ده عيب ثقافه الدوله. طب ارد على السؤال الاول. والله السؤال اللي معايا بيقول متوقع تاخد كام كلية السنة دي؟ ميرمو ماهر. السؤال ده على حسب التنسيق. في الأغلب هي أصلا يعني أعلى حاجة وصلت لها كلية العلاج الطبيعي كانت السنة اللي فاتت 97. السنة بتاعت اللي هي قبليها كانت 96 و2 من 10 أو 2 من 10. ما أعتقدش إنها ممكن تزيد عن 97 أو 97 ونص حتى لو التنسيق عالي، لأن لسه برضه أغلب الناس ما عندهاش إقبال على الموضوع. التنسيق حتى لو عالي ما أعتقدش إنها هتوصل لأعلى من 97 ونص. ده متهيألي أقصى حاجة ممكن توصل لها السنة دي يعني. بعد كده كان معاكم مشاكل. تالت مشكلة ممكن تقابلوها إن أنتوا أول ما تخشوا هتلاقوا في مواد كتير قوي في الكلية كل ترم. المواد دي مش معناها إن إحنا بنكثف منهج أو كده، لأ، هو في مواد بتبقى من بره الكلية زي علوم سياسية وعلم النفس وعلم الاجتماع ومواد تانية كتير. المواد دي احنا بندرسها عشان تلاقيها كلية معتمدة، يعني لازم ادرس ساعات معتمدة دولية بدل ما اطلع بعد الكلية اخد كورسز معينة وادفع فلوس كتير جدا عشان كليتي تتعامل. انا باخد المواد دي اوريدي كل سنة متقسمة على عدد السنين كلها، ببتدي اخدها اول ما اطلع. مثلا حاولت اسافر بره او عايز اسافر بره، ببتدي اشتغل عادي جدا من غير ما اعمل معادلة سنتين او ثلاثة، ان كل الساعات دي ابتديت خلاص اتفعلت في الكلية. ودي ميزة كبيرة جدا يعني المفروض نستغلها مش المفروض نتضايق منها. بس الدرجات بتاعه المواد دي كلها بتبقى داخله جوه المجموع الكلي بتاع السنه العامه او بتاع حتى الترم. ده باختصار جدا، ويا رب كده ان شاء الله اكون فدتكم، وان شاء الله كل واحد يعني ربنا يوفقه في الحاجه اللي هو هيبقى احسن فيها. بس في سؤال تاني هنرد عليه وبعدين ان شاء الله نختم الموضوع. كان شغلها افضل ولا صيدله؟ الاء بتقول تسال سؤال بتقول مجال الشغل في العلاج الطبيعي افضل ولا صيدله؟ حقيقه انا يعني الاول كنت عايزه ادخل صيدله ودي حقيقه، بس من وجهه نظري من غير تحيز العلاج الطبيعي او عامه هو عالي جدا بقى الرانك الثالث دوليا، فسواء شغل دوليا او مجتمعيا فهو متهيألي اعلى. بس كل حاجه في الدنيا ليها اهميه، يعني زي ما العلاج الطبيعي ليه اهميته وليه الرانك بتاعه، كمان صيدله يعني ليها طبعا ليها البوزيشن بتاعها وليها الليفل بتاعها، ده حاجه ما نقدرش ننكرها. بس انا رايي يعني الالاء دي ان هي تاخد الحاجه اللي هي مايله انها عايزه تدرسها، وده احسن حاجه ان الشخص يدرس الحاجه اللي هو بيحبها.
شاء الله ربنا يوفقكم كلكم، وربنا ما بيجيبش حاجه عشان اي حد. فعلا الكليه اللي ربنا هيرزقك بيها هي الكليه اللي انت هتنفع فيها ان شاء الله. يا رب اكون افدتكم. شكرا.